سبحان الله، العين لما ترشق في حاجه تجيبها الارض. وده اللي انا بقوله، ان المفروض اداره النادي الاهلي او اداره التعاقدات في النادي الاهلي ما تعلنش عن اي صفقه الا لما يتم التعاقد معها بشكل نهائي. النهارده وبالاسماء اغلبيه صفقات الاهلي كلها طلعت في شنك. ولو كمان واللي زاد وغطى على كده ان بيراميدز النهارده بيعرض عرض مالي ضخم جدا لضم نجم او صفقه النادي الاهلي كان بيتعاقد معها هو والزمالك. بيراميدز النهارده يفسد الصفقه على الاهلي والزمالك. وجيس سورب حطنا في موقف لا نحسد عليه مع اليو ديانج بخصوص التجديد. هنعرف كل التفاصيل والاسماء الجديده اللي مطروحه على النادي الاهلي في الصفقات، بس تابع معانا لنهايه الحلقه وما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو. انا عايز اسالك سؤال في بدايه الحلقه بتاعتنا النهارده، هو لو انت مكان النادي الاهلي هل هتعلن عن الصفقات في بدايه التعاقد معها ولا لما ننهي التعاقد بشكل رسمي؟ النهارده اول صفقه النادي الاهلي كان بيتعاقد معها هو ياسين النعيمات، وبعد الاصابه اللاعب الاردني النهارده الاهلي يعلن عدم التعاقد معه او فسخ بدء التعاقد معه. حتى الاتفاق المبدئي اللي كان مع اللاعب خلاص الاهلي تراجع عنه لان اللاعب اتصاب ومعاه فتره على ما يرجع، وكده الاهلي مش هيجيب لنا لاعب مصاب. فبالتالي الاهلي اول صفقه طلعت في شنكلي. تعال نشوف بقى مين الاسم الثاني والصفقه الثانيه اللي حصل معاها كده. النهارده النادي الاهلي اول اصابه قلنا ياسين النعيمات، بعد كده فشل التعاقد الاهلي مع ابراهيم دياباتي. ليه الاهلي يفشل في التعاقد مع ابراهيم دياباتي؟ للمغالاه. طبعا انديه كتير بتدخل في الصفقه وعايزه ترفع السعر على النادي الاهلي حتى ولو مش لازمها ابراهيم دياباتي، فكله هيرفع السعر. وده اللي يحصل طبعا لما قلت لكم مليون مره ان المفروض لما يكون في تعاقد بدايه تعاقد النادي الاهلي مع اللاعب يكون في سريه تامه. ما نتفاجئش الا لما يكون في تعاقد بشكل رسمي، وده اللي نتفاجئ بيه النهارده بان النادي الاهلي اول تاني صفقه معاه تفشل. تعال نروح للصفقه الثالثه، بابلو الصباغ. بابلو الصباغ دي حاجه بعيدا عن اداره النادي الاهلي. بابلو الصباغ عدم استخراج للجواز السفر الفلسطيني ده اللي معطل الصفقه بتاعته. لكن النهارده تعالوا نشوف بيراميدز بيضرب ازاي، وضربه بيراميدز تحت الحزام للاهلي والزمالك. النهارده بيراميدز يا سيدي اعلنها وللكل بدء الحرب على الجميع. بيراميدز النهارده بيطلق اول صاروخ ليه مليون دولار. مليون دولار لضم حامد حمدان علشان يخطف الصفقه من الاهلي والزمالك. وبالنسبه للصفقه بنسبه 90% حامد حمدان في بيراميدز بعد الرقم الخيالي اللي ضربه نادي بيراميدز. ولو الاهلي هيدفع كده يبقى الاهلي بيخسر فلوس، وكده الصفقه الاخيره فشلت مع النادي الاهلي. تعال بس نروح للحاجه المهمه جدا واللي تقدروا تقولوا حطت اداره النادي الاهلي في موقف لا تحسد عليه. جيس سورب غير مقتنع تماما برحيل اليو ديانج ومعتمد عليه بشكل اساسي في الوقت اللي جاي، وقال لك ان اليو ديانج من ضمن اللعيبه اللي انا هعتمد عليهم في الوقت اللي جاي. فحاجه مهمه جدا جدا ان اليو ديانج تفضل موجود مع النادي الاهلي، لكن للاسف اليو ديانج مش هيكون مع الاهلي، واليو ديانج خلاص رفض انه يجدد، والاهلي رفض رحيل اللاعب الا في نهايه عقده. فجيس سورب مصمم على وجود ديانج، وديانج رفع العقد الطلب المادي جدا بتاعه، فالاهلي مش هيتعاقد معاه ولا هيطلب التجديد معاه. كده خلاص نعتبر الصفقه دي برضو طارت. تعال بس نروح لاهم حاجه، الاهلي النهارده اول مره جيس سورب يحط قرار نهائي وصارم لضم اشرف عباده مدافع الجزائر لخط دفاع النادي الاهلي. فعلا احنا محتاجين خط دفاع قوي، واشرف عباده لو ما اتفرجتش على كاس العرب راجع مباريات منتخب الجزائر وهتشوف كل امكانيات اللاعب والعرض. يعني بصراحه لاعب فوق فوق الممتاز. فده لو كان مع الاهلي ان شاء الله الصفقه هتكون بحاجه جميله جدا، وصفقه هتكون بجديه ومن ضمن الصفقات الرابحه للنادي الاهلي. البنك الاهلي بيحط لك معرقلات كده علشان حتى لو هتتعاقد مع لعيبه عنده بيحط لك مش شروط، معرقلات. هو مش عايزك تتعاقد 50 مليون، 50 مليون لضم ايا كان عمرو الجزار او محمود الجزار. البنك الاهلي حط الشروط دي للنادي الاهلي 50 مليون للتعاقد مع احد الصفقات دي. غير كده ما تحكيش في صفقات مع البنك الاهلي بصراحه. ومن وجهه نظري بنسبه مليون في الميه الاهلي مش هيتعاقد لا مع عمرو الجزار ولا مع محمود الجزار.
بمناسبه العرض المالي الضخم ده، والاهلي هيتعاقد مع لعيبه يعني هنقول اجانب في المنطقه دي، لان المنطقه دي عندنا احنا بنعاني منها لنا فتره بعد رحيل محمد عبد المنعم، بنعاني منها لينا فتره كبيره جدا. المهم بس يا شباب عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا جدا، ان النادي الاهلي عايز صفقاتك تكون في سريه تامه، واتفاجئنا بالصفقات. اتمنى انكم تكونوا دايما موجودين على قناتي وبتتابعوني. شكرا جدا لحضراتكم والى اللقاء.